السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الجواد من قناة الدنيا. النهاردة هاخدكم معايا في جولة للمسرح الروماني بالاسكندرية. أتمنى أن الفيديو ينال على إعجابكم. المسرح الروماني والموجود بحي كوم الدكة هو أحد آثار العصر الروماني، وتم بناؤه في بداية القرن الرابع الميلادي، يعني بيرجع لأكتر من 1600 سنة، وهو المسرح الروماني الوحيد الموجود في مصر من نوعه، وتم اكتشافه بالصدفة. ما كانش مقصود وقت اكتشافه ان هم بيدوروا على المسرح الروماني، كان الغرض من البحث كان بيدوروا على مقبرة الاسكندر الاكبر، ولكن اثناء ازالة التراب للبحث عن مقبرة الاسكندر الاكبر تم اكتشاف المسرح الروماني، وكان ده عن طريق البعثة البولندية سنة 1960. تصميم المبنى مدرج على شكل حدوة حصان او حرف يو، وبيتكون من 13 صف من المدرجات الرخامية، ومرقمة بحروف وأرقام يونانية، وبيتسع لحوالي لأكتر من 600 شخص. المبنى استخدم كصالة لسماع حفلات الموسيقى، وكان بيستخدم كقاعة محاضرات كبيرة للطلاب، وفضل تصميمه كان بيمكن لجميع الجالسين الاستماع الجيد من كل زوايا المسرح. وفي العصر البيزنطي استخدم المبنى كصالة للاجتماعات. بجانب المسرح بيعرض جزء من القطع الأثرية المستخرجة من خليج الأبو قير تحت البحر في الإسكندرية. ومن ضمن الآثار المعروضة بيتعرض بقايا أعمدة من عصور مختلفة، للعصور الفرعونية والعصور اليونانية والرومانية. وفي هناك مسلة للملك سيتي الأول، وتمثال على هيئة أبو الهول للملك بسماتيك الأول من الأسرة 26، وتمثال على هيئة أبو الهول شكله أسود رخام أسود. ودلوقتي أسيبكم تستمتعوا مع بقية الجولة، وأتمنى الفيديو يعجبكم لآخره.